قبل ما نبتدي كده يا صديقي، عايز اعرفك ان الانمي ده مش عادي. صدقني هتلاقي حاجة كده من اللي قلبك يحبها. فيلا من غير مقدمات كتير نبدأ الحكاية. بتبتدي قصتنا مع ولد انطوائي جدا فوق ما تتخيل، اسمه كوجو. ما بيكونش ليه اصحاب خالص غير جده اللي شغال في صنع العرايس، ومفيش مشكلة يعني لو طبخوا مع بعض. وبيفطر هو وجده، بيقوله ما شفتش حد من صحابك يعني كده. بيقوله صحابي كلهم مشغولين وكده. جده بيقوله تمام. بعدين بينطلق علشان يروح المدرسة. جده بيقوله يبقى خلي بالك من نفسك. بيركب المترو وبيوصل، وسط ما هو ماشي ومكتئب زي عادته، فجأة شخص بيطير عليه مفكره صاحبه. لما بيبص في وشه بيعتذر منه وبيمشي على طول. وبنشوفه قاعد في حيرة. هو بيقول انا ليه ما بقاش شخص اجتماعي، وحتى انا معرفش افتح مواضيع مع حد، انا ليه فاشل كده في الحاجات دي. وسط ما كان في الدوخة بتاعته دي، إذ فجأة بنت طايرة هتقع عليه، ولكن بتتخبط في راسها. بتصوت بصوت عالي. بعدها بتقوم وبتعتذر منه. بتقوله بعدها انت كويس؟ بيقول لها ايوه. بتمسك ايده بتقوله ايه الجرح ده؟ الواد طبعا زي ما احنا عارفين ملوش علاقة باي حد، بيبقى نفسه الارض تنشق وتبلع، لكن بيرد عليها وبيقول لها انا بخير. بتقوله طيب تمام يا عم، وبتسيبه وتمشي. بعدين بيبص عليها وبيقول انا نفسي اكون في نفس العالم اللي هي فيه، وان هي دايما مع اصدقائها سعيدة. بعدين بينتهي اليوم وزمايله بيقولوا له اسفين ان احنا مش هنقدر نساعدك، ولكن المرة الجاية هنجيب لك حاجة تشربها. زمايل اخر خنزرة والله. والواد بيقول انا هتعب شوية النهاردة ولازم اشد حيلي شوية علشان اخلص بسرعة. بس فجأة الباب بيتفتح واذ مريم بتدخل. بيقول هتلاقيها ناسية حاجة، لكن هي بترتب معاه. بيبص عليها بتقوله في ايه؟ بيقول لها انت بتعملي ايه؟ بتقوله بنضف. وبتسأله هو مفيش حد غيرك هنا يعني؟ بيقول لها انهم روحوا علشان قالوا لي ان وراهم اعمال ومش هيقدر يتأخروا عنها. بتقوله بعدها انت مش حاسس ان هم بيستغلوك؟ بيقف كده الوهلة. بيقول لها فعلا بس عادي. بتقول له انت مش لازم توافق على كل حاجة، خلي نفسك عزيزة عليك شوية، وطالما انت مش عايز تعمل الحاجة قولهم انك مش هتعملها. وفعلا بيقدر كلامها وبيكون شغال وبيتجرح. وجده بيوصل بيقول له اصبر علشان نعمل الجرح، وبيفكر في كلام مارين انه لازم يقول اللي جواه. بعدين جده بيجي بيقول له ان مكنة الخياطة باظت. جده بيقول له طيب استريح انت لحد ما اجيب لك مكنة. وبيقول يا ريتني حتى وقفت عند مكان مناسب. لكن بعدين بتجيله فكرة. بنشوفه في غرفة الخياطة بتاعة المدرسة بيخيط عليها، وبيكون فرحان بيها لان الشغل عليها سهل وسريع جدا. وبيقول انا كده هشتغل بعد ما المدرسة تمشي علشان ما يضطرش انه يستخبى لما حد يجي يدخل عليه. وبيبقى فرحان. ولكن فكرة كان حلوة بيدوم يا صديقي. فجأة مارين بتخش عليه والاتنين بيصدموا. بيقوم عشان يشرح الموضوع. راس العروسة بتكون هتقع، لكن بيعمل حركة اكشن كده وبيلحقها. بعدين بيبص عليها ولسه بتكون ملامحها مخيفة كده. والتاني بيقول انا كده في مشكلة كبيرة ومستعد لاي عقاب من المدرسة. لكن بيحصل اللي ما كانش متوقع. البت بتكون مبهورة جدا بمهارته بالخياطة. بتقول له انت بتعرف تشتغل عليها؟ بيقول لها ايوه علشان عيلتي عندها محل لصنع الدمى. بتقول له وريني اللي في ايدك كده. بتشوفه وبتعجبها على الاخر خالص كده يا صديقي. بتقول انت اللي عملتها؟ بيقول لها ده جدي، انا ماهر بس في صنع الملابس بتاعتها بس. بتقول له انت بتعرف تعمل لبس؟ بيقول لها ايوه. بعدين البت بتخلع هدومها قدامه. بعدين بتوقف. بتقول له ينفع تلف وشك؟ والواد بيكون جاب ايرور من اللي هي بتعمله. بعدين بتقول له ممكن دلوقتي تبص عليا؟ الواد بيشوفها وهي بتقول له ايه رأيك فيا؟ الواد بيقول لها على ايه بالظبط؟ بتقول له بص كده في التليفون. بيشوف وبتقول له بحاول اقلد الشخصية دي، فايه رأيك؟ الواد ما بيسميش. بيقعد يقول لها إيه مفيش شبه خالص من اللي في الصورة. ويا عين البت بتكون حزينة لانه مش حلو. وبيقعد يكمل فحص فيها وبيقول لها ناقصه حاجات كتير. بعد ما بيخلص البت بتبقى مفحومة من العياط. بيعتذر منها وهو قلقان كده.
وبتقوله عادي انا مش زعلانة، ولكن انا عايزة اكون كوزبلاي. كوزبلاي ده يا صديقي هو عبارة عن انها بتقلد شخصيات الانمي في اللبس وما شابه ذلك يعني. المهم وبتقول زي ما انت شايف كده انا ما بعرفش اعمل اي حاجة، محتاجة حد يكون ماهر في الخياطة عشان يعمل لي كوزبلاي. بعدين بتروح وتمسك ايده وبتترجاه انه يعمل لها لبس كوزبلاي، وبتقوله لو انت مش عايز عادي. بتقوله انا مش هلاقي حد احسن من كده، والواد بيوافق فعلا وبيعرفها انه ما عملش لبس انسان قبل كده، لكن هيحاول يعمل اللي هيقدر عليه. بتقوله انت وافقت كده صح؟ وبتطير من الفرحة وهي بتنادي باسم الشخصية صاحبة اللبس اللي هتقلده، وبيكون اسمها شيزوكو. والواد بيكون فرحان هو كمان، بيقول اخيرا لقيت حد في العالم بتاعي. الواد بيسألها بيقول لها شيزوكو دي شفتيها فين؟ بتقوله انت ما تعرفهاش. بتحكي له ان شيزوكو دي بطلة في العاب الفيديو، والواد بيقول انا ايه اللي خلاني اوافق، ولا هي شكلها بتضحك عليا؟ لكن بيبص لها بيلاقيها جادة تماما، وشكل الواد ندمان اشد الندم. بيقول لها مش اللعبة دي ليها سن معين؟ بتقول له عادي. بيقول لها وانتوا ازاي بتشاهدوا؟ بتقول له ما الكل بيشاهد عادي. بعدين بيروحوا وهو نايم كده جده بيدخل بيقول له انت هتنام دلوقتي؟ غريبة دي. بيقول له انا هروح اشتري ماكينة الخياطة بكرة. والواد بيكون سارح في كلام مارين لما كلمته. بيجي اليوم اللي بعده بيفتح الباب واذ مارين قدام، والواد بيتوتر جامد. بيقول لها انت عرفت منين؟ بتقول له بحثت عن المحل ووصلت ليه. شكلها كانت شغالة مع المحقق كونان دي ولا ايه؟ المهم بتقول له ايه هنفضل واقفين على الباب كده؟ لسه هيتكلم بتدخل هي وبتقول له يلا نحضر الاكله دي. بعدين بتشوف الغرفه الخاصه بيه، بتقول له اهتم بتنظيم شويه، وبتدخل وبتفضل تستكشف، وصاحبنا غرقان ميه من التوتر. بيقول انا لازم اهدى كده وامسك نفسي، والواد فعلا بيعمل كده. بعدها بيفوق منها بتقول له ايه احنا مش هنبدا ولا ايه؟ بيقول له احنا هنعمل ايه؟ بتقول له هناخد المقاس عشان نعرف نجيب القماش عليه. بص يا صديقي اهم حاجة في فيديونا ده انك تظبط النية علشان هنحتاجها كتير في الملخص ده. يلا نكمل. بيقولها ما ننفعش نخلي حد تاني يعمل كده علشان لازم تكون بلبسك الداخلي. بتقوله ما انا عملت حسابي جيت بلبس المصيف، وطبعا زي ما احنا عارفين ما بيكونش فارق كتير. البت بتفك القميص وصاحبنا بيخبي وشه. محترم يا ابني والله. بعدين بتقوله يلا بينا. الواد بيتحجر مكانه، بتقرب منه والواد بيصوت. بيقول هو ايه اللي بيحصل ده، وهي بتستغرب لكن بتتفاهم موقفه. بتقف وبعدها بيتشجع كده. بيقول لها هبدأ بمقاس راسك. بيقرب وايديه بتترعش حرفيا. بيبدأ بالقياس، لسه هيعرف المقاس. البت بتفتح عينيها وهو بيترمي على الارض. من هنا بتطمن عليه وبيطلع لسه عايش. بيقوم لكن بيدي لنفسه صفعة على وشه زي ما انت كده شايفها، وبيجد المرة دي وبياخد المقاسات وبيخلص وبتلبس هدومها. بيقول لها عايز اعرف شوية عن شخصية شيزوكو. بتقول له صح انا مجهزة لك مفاجأة، جبت لك اللعبة معايا. بياخدها وبيقول لها تمام كده. بيقعد يتفرج على اللعبة وجده بيجي وبيكون متفاجئ. بيقول له العشاء جاهز، والواد بيقول له طيب تمام. وجده بيقول له انا جبت مكنة الخياطة الجديدة. بعدها بيقفل الباب وبيبقى قلقان عليه، لكن هو ما يعرفش ايه اللي فيها. بنشوفه بعد كده وهو ماشي في المدرسة، ومارين فجأة بتنادى عليه بتشكره على انه هو بيساعدها في صنع اللبس اللي هي عايزاه. والواد بيفتكر شكله وبيتحرج على الاخر. بتيجي صاحبتها تتكلم معاهم، وشوية من صحابها تاني بيجوا، والواد بيتوتر جامد على الاخر. واحدة بتعرض عليه انه ياخد مصاصة، لكن بيقول لها شكرا. واحدة بتقول لمارين يا رب ما كنتش ضايقناكم. بتبص له وبتاخده تحت جناحها كده يا صديقي. وزمايلها بيقولوا لها يلا علشان ورانا مشوار، وبيسيبوه وبتسلم عليه وهي ماشية. وطبعا عارفين الكلام الجانبي انها
تخرج معاه وكده. والبت بتيجي وهو قاعد بتقوله يبقى جهز نفسك عشان هنمشي مع بعض لما المدرسة تخلص. بيقولها انا مشغول وبيسيبها ويمشي. تاني يوم بتقوله النهاردة بيطلع يجري برضه وبتقعد تدور عليه وهو مستخبي منها وبتتعب، ولكن بتلاقيه في الاخر. بتقوله مش هتيلا نروح نجيب القماش علشان اللبس. بيقولها انا اسف وبيسيبها وبيجري وبتناديه، لكن فكرك هيرد عليها؟ لا والله. بعدها بنشوفه مستخبي بيقول هي كده مش هتشوفني، لكن بوم بيلاقيها جنبه. بتقوله انت كنت بتتجاهلني طول الوقت في المدرسة ليه؟ بيقولها مش عايز حد يفكر اننا بنتواعد وكده يعني. بتقوله فيها ايه ما نعمل كده. الواد بيقولها ايه يا اختي؟ بتقوله بهزر يا عم. بعدين بتمسكه من ايده وبتجري. بيقولها احنا رايحين فين؟ بتقوله زي ما انا ما قلت لك محل القماش. بيروحوا فعلا، والواد بيقولها ان ده فيه كل الحاجات اللي احنا هنحتاجها. والواد بيديلها الورقة اللي فيها المطلوب وبالمقاس. بتقوله فنان يا ابني والله. وبيبتدوا انهم يشوفوا الخامات المطلوبة، والواد بيفتكر ان معوش بطاقة الدفع. بتقوله انا جبتها معايا جاهزة كفو عليك والله. بيقولها انا مقبلش ان واحدة تصرف عليا. بتقوله يا عم عادي خدها بس. بياخدها وبيكملوا عملية الشراء بتاعتهم. بعدها بتقوله يلا علشان نروح محل الشعر، وبيختاروا المطلوب. ووسط ما هم مروحين بتقعد توريه الاشخاص اللي بيقلدوا شخصيات زي ما هي ما بتعمل، وبتعرفوا انهم بيأجروا صالات استوديو علشان ياخدوا شوية صور. وهم ماشيين كده بتلمح عربية لحمة بتشتري منه فورا. بتقوله ما تاكل يا عم معايا. بيقولها شكرا، ده عزومة مراكبية دي يا صديقي. وبتسترس فيها بعدها وبتقوله انا صرفت كتير النهاردة، انا هحتاج شغل اضافي علشان اللي صرفت. بيقولها هدفعلك تذاكر الركوب، لكن هي بتوقفه. بتقوله انا استمتعت كتير اوي النهاردة. بتقوله كل الاشخاص التانيين ما كانوش بيهتموا باللي انا بحبه زي اللي، لكن انت اهتممت بفكرتي وبتشتغل عليها، انا حابة اني اشكرك بجد. بتقوله خد حتة. بيتحرك كده وبيقولها لا، وهي ما بتصدق وبتكمل فيها. وشكل الواد اعجب بيها كده وبيسلموا على بعض وبيمشوا. بعد ما بيرجع بيلاقي جده مستنيه. بيقوله انت اتأخرت كده ليه؟ بيقوله كنت بشتري شوية حاجات انا وصديق ليا. جد اول ما بيسمع انه كان مع صديق بيفرح قوي. بيقوله اشتريت ايه؟ لكن الحاجة بتقع والملابس الداخلية بتقع. وجده بيروح فيها. من هنا بتيجي واحدة من قرايبه علشان تطمن على الجد، وبيطمنها عليه. وجده بيطلع من عند الدكتور وبيروح له. بيقول لها الجد انت جيتي ليه؟ بتقوله انا كنت قلقان عليك. بعدين بيقعد وبتقوله انا جاي اخدك علشان تستريح عندنا علشان ابويا قلقان عليك. بيقولها انا مش عايز اكون عبء عليكم، لكن بيوافق. وبتقوله وانت كمان؟ بيقولها هروح انا اجهز شويه من هدومي. وجده بيقوله هاتلي الفرشه الخاصه بتاعتي معاك. بعدها لما راح المدرسة حكى المارين على اللي حصل. بتقوله انا جاهزة لاي طلب هتطلبوه او اي مساعدة، انا بعرف اطبخ وكده يعني. بيقولها شكرا. بتقوله طيب تمام، ما تنساش لو عوزت اي حاجة ترن عليا، وتاخد رقمه علشان تتواصل معاه. بينما هو ماشي بيكلم نفسه بيقول انا لازم ابدأ شغل في اللبس المطلوب انه يخلص قبل الاسبوع ده. ولكن الصدمة التانية بتظهر وهم ماشيين. مارين بتقوله الامتحانات اخر الاسبوع ده. بيقول صح ورايا امتحانات، هو ايه المشكلة اللي انا وقعت فيها دي؟ بعدين وهو في البيت التليفون بيرن. اللي بيتصل بيبقى عايز ياخد جولة في المحل. بيقولها هتيجي امتى؟ بتقوله غدا. بيقولها المحل مغلق لاخر الاسبوع. بتقوله انا بس كنت عايزة نيجي عندك غدا علشان ليا قريب هيمشي بعد غد لسه هتقفل معاه. بيقولها طيب ماشي. بعد ما بيقفل الواد بينهار حرفيا وحاله شكله زفت خالص، ولكن بيجد على نفسه شوية وبيعمل المطلوب. ومنحس الشغل والمذاكرة واللبس وبنشوفه في المدرسة. مارين لسه كانت هتروح له، لكن صاحبتها بتوقفها علشان تكلمها وهو بيمشي. بتروح له البيت بترن وبتفضل تدور عليه ما بتلاقوش، وبتقول شكله راح عند جده، ولكن هو بيكون ميت على الاخر من الارهاق. وبيقول انا مش عارف اخلص اللي بيقول انها هتزعل لو انا مخلصتوش في الميعاد المناسب، انا مش عايز اخيب ظنها فيا وبيصعب عليا حاله كده، ولكن ما باليد حيلة. وبيقعد يقول انا فاشل وبيفضل يبكي. بيفتكر
ذكرى ليه وهو صغير كده. بيقول لجده انت ما بتزهقش من صنع الدمى كل يوم؟ بيضحك له كده وبيقول له شوف كده صور الزباين لما بيفرحوا لما بعمل لهم اللي هم عايزينه، وكل ما اشوف ضحكتهم بيزيدني حماس اكتر اني استمر في العمل ده. وبيفتكر كل مرة مارين ضحكت له علشان هو بيساعدها في صنع اللبس. بيقوم وبيزداد حماسة كده وبيبدأ شغل في اللبس لحد ما طلع النهار. بيبعت لها انه خلص وهي بتيجي فورا مش مصدقة انه خلص. بيقول لها دلوقتي تقدر تحضر بيه الفاعلية بتاعتك. بتقول له انا فكرتك انك مش بتعمله فعلشان كده انا لغيت الحفله. بيقول لها ايه؟ بتقول له انا كنت مستنياك تخلص وبس، ولكن في احداث كتير للفعاليات دي. الواد بيقع من طوله وهي بتقول له انا اسفه علشان كان لازم اقول لك. بيقول لها تمام انا لسه في وقت علشان لو في حاجه اعدلها. مارين بتعيط كده بتقول له كنت في كل مره اجيلك بعد الامتحانات كنت مفكراك بتروح تزور جدك بس انت كنت شايل هم كبير، وبتفضل تعتذر منه وهي بتعيط وهو بيقول لها انا اسف برضه علشان كان المفروض اكلمك حتى اقولك ان انا شغال عليه. بيقترح عليها انها تجربه علشان يشوف هو مظبوط ولا لا. بيقول لها انت مش عايزه تبقي شيزوكو؟ بتقول له انت مرهق دلوقتي. بيقول لها عادي، ولا انت مش سعيده انه خلص؟ بتقول له انا السعاده بتغمرني. بتقول له شكرا. بيقول لها العفو. بعدين بيجهز لها اللبس عشان تلبس من حيث الرموش والشعر وكل ما شابه ذلك يا صديقي، وبتلبسه والواد بيكون مبهور من جمالها في اللبس كده يا صديقي. بتقول له انا شبهها. بيقول لها بالملي، والبت بتكون قمر كده يا صديقي. بنشوف مارين وهي فرحانه جدا باللبس وبتقول له انا لازم اخد شويه صور. بتقول له صورني، وبياخد ليها كام صوره موت كده يا صديقي وبتعجبها الصور. بتقول له انا هنشر الصور دي علشان الناس يشوفوها. بعدها بتقول له ايه رايك تروح معايا في فعاليه الكوزبلاي؟ بيتوتر كده وهي بتقول له هعدي عليك بكره. بنشوف الحدث متجمع فيه ناس كتير ومارين بتكون مبهوره من كميه الناس اللي موجوده والاشخاص اللي عاملين لبس كوزبلاي زيها، وبتبقى مبهوره جدا بيهم. بتقول له ايه رايك؟ لكن هو بيكون متوتر على الاخر. بيقول لها في فتيات كتير هنا وحاسس انهم بيبصوا عليا. بتقول له ده شكلهم بيبصوا على اللبس بتاعي. بعدها بيروحوا مكان تاني بيشوفهم شخص بيقول لهم ينفع اخد صورة؟ بتقول له انت بتكلمني انا؟ بيقول لها ايوه. ومارين بتكون سعيدة. بعد كده بتقف علشان تاخد الصورة وبتشوفها وبتعجبها على الاخر. بتقول له طيب يلا يا عم ناخد صورة بده. بيجهز له الصورة كده. بتقول له ما تقرب يا عم، وبياخدوا الصورة وبتشكره. بعدها وواحد تاني بيجي يصورها برضه، والواد بيشوف اشخاص لابسين لبس الشخصيات المفضل ليهم وبيقول انا سعيد جدا اني وفيت بوعد المارين. وبيفتكر ايامه وهم مع بعض. بتبص عليه كده وبتضحك له. بعدها بتخلص التصوير وبتجري عليه. بتجيله وبتقول له انا افتكرتك مشيت، كنت عايزه اقول لك انا هموت من الحر. بيقول لها ايه؟ بعدها بيروحوا يقعدوا في مكان يستريحوا فيه شويه. بتقول له ممكن تفتح لي السوسته شويه؟ بيقول لها انا مش هقدر اعمل كده، ولكن بيفتكر انها مش هتعرف تعمل كده لوحدها. بتقول له تسلم ايدك، ممكن بقى تنشف ظهري. وشه بيحمر على الاخر لكن بيساعدها وهي بترتاح. بعدها بيقفل السوسته وبتقول له ينفع نرجع تاني بسرعه؟ بيرجعوا وهي بتنادي على البنت دي. بتقول لها انا اسفه جدا علشان اتاخرت عليكي. بتقول لها عادي مفيش مشكله، وبتيجي علشان تاخد الصوره. شويه هوا بيطيروا اللبس وهي بتلقط الصور على كده، ولكن بتعتذر منها. بتقول لها هاخد غيرها حالا. بعدها بيمشوا وهم راكبين المترو كده. بتقول له اليوم ده كان جميل جدا. بعدها بيقول لها شكرا ليكي، انا استمتعت كتير النهارده. وبتقول له وانا كمان استمتعت اكتر، شكرا ليك. وبيقعد كده بيقول انا كان نفسي العلاقه تطول ما بينا وشكل دي النهايه، لكن بتقول له هنعمل ايه في الكوزبلاي تالي؟ بيقول لها ايه انت مش قصدك على اللي احنا عملناه؟ بتقول له اللي عملناه ده واحد من اصل 50 شخصيه. بعد كده الواد بيكون فرحان. بتقول له ايه ده؟ انا شايفه واحد سعيد. بيتحرك كده. بتقول له عايز تقول حاجه؟ بيقول لها انا مبتدئ ولكن هحاول اعمل اللي اقدر عليه باحسن طريقه. بتضحك وبتقول له طيب يا عم ماشي، وهشتري لك تمثال عشان تظبط عليه. بتوريه واحد كده ولكن بتشوفه تعبان. بتقول له ممكن تنام شويه عقبال ما ننزل. بيقول لها طيب
طيب وبتقوله ان الجميع كانوا مستمتعين جدا بالفاعلية النهاردة، وبتقول يا لو حضرت اكتر من كده. ووسط ما هي بتتكلم بيقولها انت كنت جميلة جدا اليوم، والبت بتسكت كده وبتفتكر لما قال لها انا بقول كلمة جميلة على الاشياء الاحب ليا لقلبي، وبتبص له وبتكون محرجة جدا وشكل القلب بيدق كده يا صديقي. ولكن هو بيكون نايم. بعد كده بنشوفهم وهم في البيت بيغسلوا الشعر، وهو بيقول لها طريقة من الكتاب، بتبص عليه كده ووشها بيحمر. بعد كده بنشوف الجد في الطريق وبيحكي لها السبب في وقوعه، بيقول لها لقيت كوجو جايب ملابس فتيات معاه، بتقول له ده سبب وقعتك على الارض. والجد ما بيكونش مرتاح كده. بعدها بيوصل وبيخش بيقول اهلا جدي، وهو ماسك هدوم مارين، وبيشوف مارين وبتخض كده. بعد كده بيقعدوا وبيقول لها اسف علشان عليت صوتي عليكي، بتقول له مفيش مشكلة. بعدها بيقول له انت كنت بتعمل اللبس ده، انا مندهش من مهارتك. بيقول له ده عمل جيد. بيقول له بس لسه محتاج كتير من التدريبات. ومارين بتكون قاعدة ورا وبتقول هو ايه اللي بيحصل لي ده، انا شكلي حبيته ولا ايه؟ نبض قلبي سريع جدا، شكل ده الحب يا صديقي. وبتكون بتطير فعلا من الارض. بعدها بطنها بتطلع صوت وبتتحرج على الاخر، والظاهر انها جوعانة يا صديقي. وبيقول لها انت عايزة تاكلي، وبيحضروا الاكل. بتقول له طعام حلو جدا، انا ما دقت ازايه قبل كده. بتقول له انت ماهر قوي في الطبخ كده ازاي؟ بيقول لها انا من ساعه ما ابويا وامي ماتوا جدي اعتنى بيا وساعدني على التعلم. بتقول له انا لما امي ماتت اعتمدت على نفسي وسبت ابويا وجيت هنا، ومن وقتها وانا بطبخ لنفسي. بتوريهم صورة لطبخها وبيكون مصدومين من المنظر، لان كله اكلات سريعة التحضير، ده ما بيكونش مفيد للصحة اطلاقا. جد بيقول لها لو عايزة تبقي تيجي تتعشي معانا يبقي تعالي، وبتمشي علشان تروح. وبتقول له انا سعيدة جدا بالعشاء. بعد كده بتكون هتمشي. بتقول له هشوفك بكرة صح؟ بيقول لها نعم، وبتودع وتمشي. بتقول هو ايه اللي بيحصل ده، انا ما ببقاش قادرة امسك نفسي في وجوده، انا شكلي حبيته ولا ايه؟ بعد كده بنشوف البنت دي بتجري في المطرة وبتقف كده، والجد بيلاحظها بيقول لها اتفضلي. بعد كده كوجو بيجي، جده بيقول له انا هخرج. بيعرفوا ان زميلته فوق بتستحمى. بيقول في نفسه كده انا ماليش اصدقاء غير مارين، مين دي؟ ولا شكلها نصابة او حرامية، انا لازم نتأكد. بيفتح الباب كده وبياخد الصدمة، والبت مش عارفة تتكلم. بعد كده بنشوفهم قاعدين ومحدش بينطق كلمة. بيقول لها انت ايه اللي جابك هنا؟ بتقول له جيت علشان ازاي. بتقول له انت اللي صنعته صح؟ بيقول لها اه. بيقول يبقى هي جاية علشان لبس الدمى اللي انا بصنعها. بيقول لها طيب ممكن اسمك والسنة الدراسية؟ بتقول له انا في تانية ثانوي. بيقول ده اكبر مني. بتقول له في مشكلة؟ بيقول لها لا. بتقول له ممكن اشوف ازاي حالا. بياخدها عند الدمى، ولكن ابتسامتها بتروح كده. بتتفرج عليها شوية وبيكون عاجبها. بيقول لها وانا كمان بحبها. بتمسكه من كتفه. بتقول له احنا بنعمل ايه هنا؟ بيقول لها بنتفرج على الدمى. بتقول له ما انا عارفة، انا قصدي على لبسي الكوسبلاي. وبتوري لي صورة مارين. بتقول له انا عايزة اعمل واحد زي ده. بيقول لها انا مش بشتغل فيك عمل، لكن هي بتقفلها معايا يا صديقي. بتقول له طيب انت شفتني ولا فاهم؟ فلو ما نفذتش الطلب هبلغ عنك. الواد بيقول لها اصبر، وبتصدم من اللي هي بتعمله. بتقول له ها هتعمل ايه؟ بيكون مصدوم صدمة كبيرة، لكن بيهدى. بيفتكر ان البنت دي شبه البنت اللي مارين معجبة بلبسها. بعد كده بيقول لها انا اسف. بيقول لها انت عرفتي مكاني ازاي؟ بتقول له الصراحة كده كنت قاعدة بتصفح وشفت الصورة بتاعت مارين اللي نشرتها. بعدها عرفت ان هي في الفعالية بتاعت امبارح، ورحت وفضلت اراقبكم لحد ما دخلت البيت. بتعتذر منه على اللي هي عملته. بعد كده بتيجي مارين وبتكون على وشها الصدمة. بيقولها اسمها، لكن هي بتقول له ما تقولش اسمي لحد. مارين بتهجم عليها. بتقولها انا بموت فيكي والكوسبلاي اللي انت بتعمليه. بيقولها ده شافت صورك وعجبتها. البت بتروح عالم تاني من الفرحة. بتنتلك عليها وهي بتقولها انا شفتها صدفة بس. بتقولها انا مش مهتمية بيكي، بل بالعكس. بتقولها عينك واسعة وظريفة كمان، احنا في ايه ولا في ايه يا بنتي؟
بعد كده الامور بتهدى، بتقول له عايزاك تعمل لي زي الليلة السوداء، بتوري له الشخصية صاحبة اللبس اللي هي هتعمل، وبنشوف قصة جانبية تبع الزي ومارين بتفضل تحكي له عليها، وبتعرفه انه في تفاصيل كتير وهيبقى صعب شوية، وهي بتقول له انا لو اشتريته مش هعرف اعدله، علشان كده انا عايزاك تعملهولي وفي نفس الوقت يكون على مقاسي. مارين بيتكلموا شوية عن الشخصية وبيكون فيها شوية عيوب، والبنت بتقول لها اسكتي بقى، دي الشخصية دي المفضلة لدي، وبتعيط كده. بعد كده بتهدى وبيقول لها انا هروح اجيب لك هدومك. بتقول له طيب ممكن رقمك علشان ابعت لك المقاسات؟ بيقول لها ماشي، وبتقول لهم ما تسوقش الفهم. بيقول لها على ايه؟ بتقول لهم انتوا بتتوعدوا؟ بيتحرجوا كده جامد. بيقوم فيها بيقول لها لا احنا مش كده خالص. بتقول له اسفه، ولكن على الجنب التاني مارين بتكون فرحانه جدا وهي بتشوف كده. بعد كده بتقول لها بما ان احنا بنحب لبس الكوسبلاي ينفع نعمل معا؟ بترفض قبل ما تخلص كلامها. بنشوف مارين بتزن عليها علشان تروح للاستوديو معاها، بتقول ان التكلفه هتبقى غاليه، فبيقرروا انهم هيتقسموا التكلفه. بعد كده بنشوف كوجو وجده بيقيم اداؤه في صناعه دوما، وهو بيكون قلقان علشان بقاله كتير ما اتمرنش، لكن بيقول له انت اتحسنت جدا، شكله سبب التحسن ده صنعك للبس مارين. بعد كده بيروح منزل مارين، بيرن الجرس محدش بيفتح، بيقول انا جيت بدري ولا ايه؟ بتفتح له وهو بيتحرج منها، لكن هي بتدرك كده بتقول له لحظه. بيدخل بيقدم لها هديه وبتشكره عليها، وبتمشي كده بياخد نفسه، بيقول انا لازم امسك نفسي شويه، انا اول مره اكون في بيت صديق ليا. بتجيله وبتقول له ممكن تتفضل بالدخول. بيقعدوا وبيتفرجوا على الانمي اللي فيه الشخصيه اللي هيعمل اللبس الخاص بيها. بعدين بيجي انمي تاني بيكون فيه بنت وولد لابسين نفس اللبس، بيعجبوا مارين على الاخر وهو بيكون عاجبه برضه. مارين بتدرك اللي هي بتقوله، بتبص عليه كده وبتكون محرجة على الاخر. بتفضل تاخد شهيق زفير لحد ما بتهدى، بتبص تاني ومش قادرة تقاوم مشاعرها، والواد ولا واخد باله، وهي بتكون بتطلع قلوب كده يا صديقي. وطبعا زي ما انتوا عارفين بطنها بتطلع صوت بتقول انا نفسي الارض تنشق وتبلعني حالا. بيقول لها اروح اشتري لك حاجه تاكليها. بتقول له انا هحضر الاكل. بيكون سعيد انه هياكل اكل منزلي، لكن بيفتكر طريقتها في التحضير. بيقول لها هقوم انا اعمل. بتقول له ابدا، انت كنت بتطبخ طول الوقت، سيبني اطبخ انا. بتروح وبتلبس اللبس بتاع المطبخ. بتقول انا هعمل ايه؟ بيجي في دماغها ماي لاف. بتقول هو ايه اللي انا فيه ده؟ انا كل ما افتكره وشي يحمر. بتقطع البصل ولكن بيحرق عينيها. لما تنفع تكون ست بيت دي، شكلك ما تعرفيش الامهات. ده انا بشوف امهات بتغطس ايديها في الزيت علشان تشوف سخنه ولا لا. بهزر معاك يا صديقي. بتدوق طبخها بتتصدم، بتقول يا ديليشيوس، يعني لذيذ. ايوه يا صديقي احنا مثقفين برضو. بتقدم الاكل وكاتبه بالكاتشاب سوري. بيقول لها شكرا على الطبخ. بتقول له العفو. لسه بتحكي له على حالها في الطبخ، لكن هو بياكل وبيقول لها تسلم ايدك. والبت بتفرح جامد، بتقول له اما اكل انا كمان. بعد كده بيكمل الانمي بتاعهم، وكوجو بيكون متاثر جدا بالمشهد. بيكون بيكلم تام، بتقول له هو ده رسمك؟ وبتكون مبهوره من كميه التفاصيل بتاعته في الرسم. بيقول لها انا شاهدت شويه صور ليكي ولقيت ان عينيكي مختلفه تماما في كل الصور. بتعرفوا ان في لزق معمول علشان كده. بتوريه الطريقه اللي بيتم بيها، وممكن يغير كمان من ملامح الوجه. بتقول له كده باستغراب هو انت ومارين مش عارفين كده؟ بيقول لها لا، علشان دي اول تجربه ليا في الكوسبلاي. بتقول علشان كده مارين بتاخد الصور بكاميرا تليفون عادي. بتقول له احنا هناخد بعد كده الصور بكاميرا. بتحكي له ان اختها الصغرى هي اللي بتصورها. بيقول لها بس هي شاطره في كده. بيقول لها ممكن نعمل مقابله احنا واختك. بتقول له ماشي، هحجز في اقرب مطعم. بيقفل من هنا، لسه هيرن على
على مارين، وإذ مارين بترن وبتقول له أنا جاية معاك. صاحبتها بتقول لها يلا علشان ناكل، بتقول لها روح انتي. بتقعد تتخيل فيها، بتقول شكلها هيبقى ظريف زي أختها، لكن بتخالف التوقعات يا صديقي. بيصدموا من شكلها وهو إنها أكبر حجما، وكمان إنها في الإعدادية. وبتعرف عن نفسها وبيكون اسمها شينجو. بتقول لهم سررت بلقائكم وهي متوترة. مارين بتقول لها انت ضخمة، والواد بيقول لها يخرب بيتك هتودينا في داهية. بعدين بتقعد وبتوري الصور بتاعت أختها اللي هي مصورها لها، وبتعجب مارين على الآخر. بتقول لها انت جامدة قوي في الصور. بتقول لها شكرا. تام بتقول لهم انا طلبت منها انها تصورني بس، لكن هي عملت حساب ونشرت الصور عليه. بتقول لهم كان غرضي بس اوريهم صور اختي الظريفة، لكن ناس كتير تفاعلوا مع الصورة وجالت تعليقات كتير، لكن انا ما ردتش على اي حد اطلاقا. بتقول له انا بعمل الكوسبلاي لنفسي، مش مهم اراء الناس، لكن انا بيهمني رايك يا صديقي. ما تنساش اللايك والاشتراك. مارين بتشوف الكاميرا بتعجبها على الاخر، وبتقعد توريها مميزات الكاميرا. بيقول لها سؤال وهو في فرق بين التليفون والكاميرا؟ بتقول له اكيد، لان الكاميرا تقدر تغير الخلفية بكل سهولة. مارين بتقول لها انت مش بتحب الكوسبلاي؟ بتقول لها لا، بحب اخد الصور بس. بتقول لها ممكن المس الكاميرا؟ بتاخد كام صورة. ضحكتني اللقطة دي بصراحة. بتقول لازم اشتري واحدة. الواد بيبحث عنها بيلاقيها عاملة ألوفات وبالملايين، وبيصدم من المبلغ. مارين بتقول له ماله الموبايل 100 100 اهو ما قصرش. بتقول لهم نتقابل بقى في المحطة، ده المكان اللي هياخدوا الصور فيه. بيروحوا هناك ومارين بتدخل هي واخت تان. بعدين كوجو بيدخل لكن بيشوف تان واقفة. بيقول لها في مشكلة. بتتعصب وبتقول له يلا بينا. ومارين واختها بيستكشفوا المكان وبيلاحظوا ان السما هتمطر. بنرجع ليهم تاني والواد بيشوفها واخدة جنبه وما بتتحركش. بيقول لها انت بخير؟ بتقول له انا بخير بس تعبانة شوية. بيدرك كده. بيقول لها تستنين على الباب. بتزعق له. بتقول له انا لازم اعتاد على المكان علشان اقدر اخد الصور. بتقول له انت عندك حلم؟ بيقول لها اني ابقى ماهر في صنع الدمى. بتقول له حلمي جميل، اما حلمي فكنت عايزة اكون فتاة سحرية، وحطيت الهدف ده انفذه لما اكبر. ولما كنت في الاعدادية لقيت ان اللبس بيتباع فاشتريته فورا، ولكن ما كانش مناسب عليا، لكن فرحت جدا ان خدت التجربة الاولى. بيقول لها ليه طلبتي اني اصنع لبس الكوسبلاي بالاهمية دي ليكي، وان في ناس احسن مني في العمل ده، ليه انا بالذات اخترتيني؟ بتقول له انا لما شفت لبس مارين حسيت بالغيرة الشديدة بتاعت البنات دي يا صديقي، عارفها؟ وبتقول له انا قررت في وقتها ان انت لازم اللي تعمل اللبس ده. بتقول له انا ممكن ما كنتش وضحت الامر، لكن انا حسيت بالغيرة الشديدة، وهي اكنها الحب من اول نظرة، لكن الغيرة بتكون على الاشياء اللي احنا مهتمين بيها. بنرجع بالزمن وجده بيقول له ايه رأيك في شغل جدك؟ طبعا هو بيكون مبهور. بيقول له الاجمل في العالم. جده بيضحك عليه. بيقول له من بين كل المحلات بنعمل المستحيل علشان نلفت انظار الزبائن. بيقول له يعني ايه؟ بيقول له انا مش هعرف اوضح لك، لكن جوهر انك تعيش شخص في حب شيء من اول نظرة. بنلاقيه بيعيط والبت بتتصدم. الواد بيقرب عليها، هو قلب زومبي ده ولا ايه؟ بيمسك ايديها. بيقول لها شكرا جزيلا. بيقول لها انا عرفت ليه جدي كان سعيد كده. والبت مش فاهمة حاجة اطلاقا. بنعرف ان اول مرة ولد يمسك ايديها بيغمى عليها، بيقعد يصوت وهو مفزوع عليها. بعد كده بنشوفهم وهم في المدرسة. مارين بتقوله يلا نروح الشاطئ. الواد سكت كده. بيروحوا. بتقوله لسه ما جاش موسم السباحة. بيهدى كده. بيقولها انت هتاخدي صور صح؟ بتقوله مش كده، بس احنا خلصنا امتحانات صح؟ بيقولها اه. واحنا في يوليو صح؟ بيقولها اه. هنروح الشاطئ. بيتعصب شوية. بتقوله ما تجيبي يا عم شوية بطاطا من اللي معاك.
لسه بيطلع بوم البرجر بيتسرق منه. دي لو مسكته هتنتفريشه وهو حي. بعدين بيمشوا وبيبقى لسه طاير وراهم، عارف ان في اغبياء على الشاطئ. بيقولها مش لازم ناكل في مكان غير ده. بتقوله بعد ما مشينا ده كله. بيقولها طيب، وبيرمي البرجر للنسر وبيمشي، وهي بتضحك على تصرفه. وبيبقى معهمش الا واحد بيديهولها. بتقوله ثانكس، وبتعمل معاها حركة جدعنة وبتديله نص البرجر. بيقولها لذيذ. بتقولها عايز عصير. بيقولها شكرا. بتقوله الجو جميل جدا هنا. بيقولها فعلا. بتقوله طيب يلا علشان نروح البحر. بتقوله امسك كده وبتقوله يلا، وبتبقى مستمتعة اخر حاجة. بتقوله يلا تعالى. بيقولها انا جاي اهو. بيقرب وموجة بتيجي عليه وبيتوتر. بتقوله انت ولا اكنك اول مرة تروح البحر. بيقولها فعلا. بتقوله مستحيل ازاي. بيقولها كل اللي كنت بستمتع بيه هو صنع الدمى وعمل رسم الوجوه للدمى، ما فكرتش في حاجة تاني. بيقولها الشاطئ جميل جدا. بتبص عليه. بتقوله احنا هنروح كافة الاماكن في العالم. موسم الصيف قرب، هنخرج حتى لو احنا الاتنين فقط. بيقولها انت متأكدة؟ انا هكون سعيد جدا. بتتوتر. بتقوله انا هروح اشرب. بتقول انا قلت احنا الاتنين، ايه الاحراج اللي انا فيه ده؟ لو شاف وشي انا ممكن اموت فيها. بتبص عليه وبتقوله فعلا المنظر جميل. بتاخد الواد صورة وبتعجبها كده يا صديقي. بعدين بيمشوا شوية في البحر وهو بيقع وبيفضل ينادى عليها. وكده بنكون وصلنا لاخر الحلقة. فلو عجبتك يا صديقي ما تنساش اللايك والاشتراك وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وانتظرنا في اللي جاي علشان هيبقى دمار حرفيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.